أما بعد، معاشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نحمد الله عز وجل على أن يسر لنا هذا اللقاء، وما زلنا نحن في رحاب هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر الصيام والقيام والقرآن، شهر الخيرات والبركات والنفحات. جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا إلى نفحات ربكم فإن لله نفحات فاسألوه أن يؤمن روعاتكم وأن يستر عوراتكم. وهذا الشهر بدت أيامه ولياليه تتفلت من بين أيدينا، وهذا دليل على سرعة انقضاء الآجال وانتهاء الأعمار. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى آخر الآيات. فهذه الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي عند الله حقيرة، وسرعة انقضائها واقع رمضان في هذا، سرعة انقضاء رمضان في هذه الأيام. في الأمس القريب كنا نستقبل رمضان، والآن نستقبل العشر الأواخر من رمضان. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اغتنم خمسا قبل خمسا، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراقك قبل شغلك، إلى آخر الحديث. الحسن البصري رحمة الله عليه قال: يا ابن آدم، كيف تفرح يا ابن آدم؟ يا من ساعته تهدم يومه، ويومه يهدم أسبوعه، وأسبوعه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره. وقال أيضا رحمة الله عليه، قال: يا ابن آدم، أصبحت بين مطيتين، الليل والنهار، الليل يديك النهار، والنهار يديك الليل، وأنت مقبل على الآخرة. قال: فإما القبر حفرة من حفر النيران، وإما روضة من رياض الجنان، فما أعظم خطرا منك. أعظم خطر يواجه البني آدم ده عند موته، لا يعلم أنه حيكون في عذاب أو في نعيم مقيم. فالإنسان هذه الأيام، أيام التي نستقبلها، هي أفضل وأبرك أيام الشهر، وهي درة الشهر، وهي خلاصة الشهر. فمن كان محسنا نقول زيد في إحسانك وضاعف في إحسانك. قال الله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال في آية أخرى: سابقوا. وقال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. فالإنسان إذا فرط في 20 الأولى وسوف وتكاسل، الفرصة أمامك. ونحن الآن مقبلون على ليلة وترية، ليلة وترية، يعني ممكن أن تكون ليلة القدر. فالإنسان عليه أن يغتنم هذه العشر الأواخر، لأن هذه العشر الأواخر النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضلها ليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كان يجتهد في هذه العشرة ما لا يجتهد في غيرها صلى الله عليه وسلم. وأم المؤمنين عائشة تروي الحديث قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شمر وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلة صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عليه أن يجتهد في هذه العشرة، اجتهاد في جميع أنواع الطاعات، في جميع أنواع العبادات، يضاعف جهده ويفرغ وسعه في هذه الأيام، لأن في هذه الأيام ليلة ذات قدر، نزل فيها القرآن ذا قدر، نزل على نبي ذا قدر، نزل على أمة ذا قدر. فهذه الليلة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها كيف صلى الله عليه وسلم؟ كان صلى الله عليه وسلم، وهذا أول عمل من أعمال العشر الأواخر من رمضان، الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف صلى الله عليه وسلم، من هديه
يعتكف في رمضان، بل صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان من شهور رمضان، اعتكف رمضان كله، اعتكف العشر الأوائل من رمضان. ثم أتاه جبريل عليه السلام قال يا محمد إن الذي تطلبه أمامك. اعتكف العشر الأوسط، قال يا محمد إن الذي تطلبه أمامك. فاعتكف العشر الأواخر إلى أن توفاه الله عز وجل، واعتكف أصحابه وأزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ما عنده مسؤولية، ما عنده هو نبي صلى الله عليه وسلم ورسول وقائد الأمة وإمام المسجد، وله 11 زوجة صلى الله عليه وسلم. مع ذلك يطلق الدنيا ويترك الدنيا خلف ظهره ويعتكف ويضرب الغبة في المسجد ويعتكف. فكثير من الناس يا جماعة الذين يسر الله عز وجل عليهم في هذه الحياة، عليك أن لا تشغل نفسك بأمور الدنيا. هذه أمور الدنيا فانية، الدنيا دي فانية وزايلة، كما قال الشاعر لا شيء مما ترى تبقى بشاشته ويبقى الإله ويؤدى المال والولد، ما أغنت عن هرمز يوما خزائنه ولا عاد حاولت الخلد فما خلده. الدنيا دي فانية، فالإنسان الرب سبحانه وتعالى يسر له عليه أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وأقل الاعتكاف يوم وليلة، وقال بعض أهل العلم ليلة واحدة. والاعتكاف هو اللزوم المسجد للتفرغ لعبادة الله عز وجل والانقطاع عن الناس. فالإنسان إذا اعتكف لا تزال عن قراءة القرآن، ولا تزال عن الصلاة، ولا تزال عن القيام، ولا تزال عن الصدقات، ولا تزال عن أعمال الخير. الاعتكاف ده يعني قمة العبادة. والاعتكاف ثابت بآيات الله عز وجل. قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف. فمن هديه هذه السنة يا جماعة كادت أن تندثر إلا من رحم الله عز وجل. هذه السنة فالناس عليها أن تحيي السنن. إحياء السنن معناه شنو؟ معناه إماتة البدع. البدع مع السنن لما تموت تحيا البدع، وإذا حيت السنن تموت البدع. فعلينا أن نحيي هذه السنة. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه من لم يستطيع أن يعتكف في هذه العشر الأواخر من رمضان عليه ورحمة الله عليه، هذه الكلمة تكتب بماء الذهب رحمة الله عليه. قال رحمة الله عليه الذي لا يستطيع أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان عليه أن يطيل الجلوس في المساجد. تجلس في المسجد، يعني كما قدر الله عز وجل لك تسجد في المسجد، تصلي من الصبح، لا الصبح تصلي الصبح وتجلس في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس قال كانت له أجر حج وعمرة تامة وتامة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان إذا صلى الفجر لا يقوم من مصلاه حتى ينتصف النهار الساعة 10-11. قالوا له لماذا يا إمام؟ قال رحمة الله عليه هذه غدوتي. نحن غدانا شنو؟ غدانا كل، لكن هو غداهم ذكر رحمة الله عليه. قال هذا غدوتي إن لم أتغداها سقطت قوتي رحمة الله عليه. فالإنسان يا جماعة يتأسى بالسلف رحمة الله عليه. السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الصبح وترك في مصلاها. وهذه يا جماعة رسالة للنساء في يعني أفضل الصلاة للمرأة صلاة في قعر بيتها. قعد بيتها تأخذ أجر المسجد، وإن كان المسجد النبوي تأخذ أجر المسجد بإذن الله عز وجل. فالسيدة جويرية رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وجلس وصلى الركعتين إلى قريب منتصف النهار. شوف السلف رحمة الله همة للعبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وأتى قريب منتصف النهار ووجد جويرية بنت الحارث جالسة في مصلاها التي صلت فيه. شو عبادة؟ قال ابن تيمية رحمة الله عليه من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. يا مع العبادة، لا السلف عرفوا بكثرة العبادة، لكن نحن في هذا الزمان عرفنا بكثرة الكلام، لكن العبادة إلا من رحم الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجدنا منتصف النهار جالسة في مصلاها. قال لها صلى الله عليه وسلم ما زلت في مجلسك التي جلست؟ قالت نعم. قال صلى الله عليه وسلم قلت بعدك 4 كلمات ولو وزنت بمجلسك لوزنتهن. وهذا يا جماعة دليل على فضل شنو؟ فضل الذكر.
قال من قال سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هذه الكلمات الثلاثة تعدل جلسة من الصبح لمنتصف النهار. ده يقودك إلى فضل الذكر. فالشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قال من لم يستطيع أن يعتكف عليه أن يطيل الجلوس في المساجد. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وبعض أصحابه يقول اخرج بنا إلى المسجد حتى نسلم من الناس ويسلم منا الناس. وحفاظا على الصيام، الإنسان يا جماعة لما يجلس في المسجد، أنا ما بفتكر غير الذكر وقراءة القرآن يشغل نفسه بشيء، الله أعلم، إلا اللهم من بعض الناس الذين لا يرعوا يغتابوا وينموا، نسأل الله العافية والسلامة. النميمة محرمة وفي المسجد أشد حرمة، الغيبة محرمة ومن كبائر الذنوب وفي المسجد أشد حرمة. فالناس تطيل الجلوس في المساجد في هذه العشرة المباركة. والإنسان ما عندما يعني ممكن تصلي المغرب، تنتظر لصلاة العشاء، تصلي التراويح، تجلس بعد التراويح ساعة ساعتين تقرأ القرآن تذكر الله عز وجل، قد تصادف هذه الساعة ليلة القدر، فيكون لك حظ ونصيب في ليلة القدر. الاعتكاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان إلى أن توفاه الله عز وجل واعتكف أزواجه من بعده. فنحن نريد أن نحيي هذه السنة، سنة الاعتكاف. كذلك يا جماعة من الأعمال الفاضلة التي ينبغي على المسلم أن يقوم بها المحافظة على الصلوات. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين إلى آخر الآية. فالمحافظة على الصلوات قال الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فيمعك من أعظم القربات إلى الله عز وجل وأعظم الطاعات أنه تتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض. لو داير تقوم الليل وما بتصلي الصبح ما تقوم الليل، صلي الصبح. لأنه الإمام أحمد سألوه قالوا له زول يقوم الليل وينوم عن صلاة الصبح، قال رحمة الله عليه من شغله قيام الليل عن الفريضة فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. إنسان ما قام الليل لكن قام الفرض أفضل له من قيام الليل. فما أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل في هذه الأيام وغيرها المحافظ على الصلوات، وبالذات صلاة العشاء والفجر، لأنه ورد في فضلهما أحاديث. قال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كمن قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة كمن قام الليل كله. فإذا صليت هاتين الفريضتين أنت كأنما أدركت ليلة القدر أو أدركت يعني جزء كبير من ليلة القدر. كذلك يا جماعة من الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في هذا الشهر القيام. والقيام نعني بالقيام صلاة التراويح في أول الليل والتهجد في آخر الليل. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وفي آية أخرى قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم ناخذ مثال على قيام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة ما ليلة من ليالي رمضان، وقام صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم. قالت له السيدة عائشة يا رسول الله ألم يغفر الله عز وجل لك ما تقدم وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم ألا أكون عبدا شكورا؟ قام من الليل. والمسؤول يا جماعة من قيام الليل في عهد الصحابة منو اللي يجيب؟ منو المسؤول عن قيام الليل في عهد الصحابة؟ المسؤول عن قيام الليل في عهد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر ويسمع أبو بكر يقول له يا أبا بكر ارفع صوتك قليلا، ويمر على عمر رضي الله عنه ويقول يا عمر خفض صوتك قليلا، ويمر على أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال له يا أبو موسى لو سمعت للبارحة أستمع لقراءتك. قال والله قال إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله والله لو عرفت ولو علمت أنك تسمع إلى قراءتي لحبرت لك تحبيرا رضي الله عنهم.
فيا جماعة قيام الليل كان مسؤول منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو أنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، نموذج. النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل، قام ليل معه على الروايتين عبد الله بن مسعود أو حذيفة رضي الله عنه. فقام افتتح البقرة، قلت يركع عند 100 فلم يركع، فافتتح 100 الثانية، قلت يركع في 100 الثانية لم يركع، ثم اختتم البقرة فافتتح النساء حتى ختم، قلت يركع، ثم افتتح آل عمران. 6 أجزاء النبي صلى الله عليه وسلم قال في ركعة واحدة. وين نحن يا جماعة؟ نحن وين من النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ الشيء بالشيء يذكر. نبي الله نوح عليه السلام مر على امرأة مات ابن لها تبكي على قبر، مات ولد عمره 80 سنة 80 سنة. فقال لها يا أمة الله على ماذا تبكين؟ قال أبكي على ابني ولم يبلغ الحلم. 80 سنة 80 سنة ولسه ما بلغ الحلم. قال لها عليه السلام تأتي أمة نبي آخر الزمان أعمارهم بين 60 و70. قالت يا نبي الله والله لو أدركت زمانهم سيدة واحدة من هنا للقيامة، لا قفة لا أطفال مدارس لا صحة لا ويل لا غير من هذه الأمور، من سيدة واحدة إلى أن تقوم الساعة بس يرفعوها ميتة. فكيف نحن يا جماعة؟ لكن هذه الأمة أمة مرحومة، لكن علينا أن نتوب ونجدد التوبة والأوبة إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال 6 أجزاء في ركعة واحدة. فعلينا يا جماعة أن نحافظ على قيام الليل وأن نحافظ على صلاة التراويح. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يحث ويأمر بقيام الليل. قال فإنه داب الصالحين قبلكم وفيه مغفرة لذنبكم وفيه مرضاة لربكم وفيه مطردة عن الداء عن جسدكم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحث على قيام الليل. والصحابة كانوا يقومون الليل، كان فيهم منهم من يقوم بآية ومنهم من يقوم بالقرآن كله. سيدنا عثمان أسر عنه قام بالقرآن في ركعة واحدة من صلاة العشاء إلى أن سلم في قبيل الفجر. فقالوا له يا أمير المؤمنين كيف تطيق ذلك ونحن نزعل كيف يطيق ذلك؟ يا حس الصلاة ساعة أو ساعة ونص الناس كورك الناس في مسجد قريب لنا بدأنا نذكره، قلنا لا زول ما شاء الله زول حافظ القرآن وزول من الحفظة بيصلي بآيتين بس آيتين. لماذا؟ لأن الصلاة دائما لابد أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس متروك لأهواء الناس ومزاج، ده صلى طويل وده قصير وده يكسب لا 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 لا. أي صلاة خلاف السنة مردودة على صاحبها، مردودة على صاحبها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل. كيف كان قيام الليل؟ كان أقل حاجة يقوم بيجزه، أقل حاجة تقوم بيجزه. فقال لا يا أخي والله الناس الجالسين هم الذين يملون بالقرآن. أحد يمل من القرآن، ويا مع إنسان يمل من القرآن ده في قلبه مرض، نسأل الله العافية والسلامة. لأنه قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في جنوب وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالإنسان أي إنسان يمل من قراءة القرآن ده في قلبه مرض، سحر شياطين تلبس جن غيرها من الأمراض، نسأل الله العافية والسلامة. فالإمام يا جماعة عليه أن يقوم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم. والقيام الرسول صلى الله عليه وسلم رتب عليه المغفرة. قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا أخي بس أنت تقوم مع الإمام. قال صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف قال كتب له قيام تلك الليلة. فسيدنا عثمان رضي الله عنه كان يقوم بركعة بس الليل، يقوم القرآن كله بركعة. قالوا له كيف تطيق ذلك يا أمير المؤمنين؟ كيف تتحمل ونحن ذاته بنزل كيف يطيق ذلك؟ ركعة واحدة يقوم يقرأ القرآن يختم القرآن. قال رضي الله عنه ولو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. يا جماعة أي إنسان يمل من القرآن ده يتهم قلبه طوالي، تمشي تعالج قلبك ده تعالجه بشنو؟ تعالجه بالتوبة وتعالجه بالقرآن. قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. أرقع على نفسك إذا مليت من القرآن. فالقيام يحصل بجزء، وآخر الليل ده قيام أول الليل، آخر الليل بالتهجد ممكن تقرأ 3 أجزاء، ممكن تتهجد في بيتك ما في مانع، لكن التهجد في المسجد
أول حاجة الإمام بيكون ما شاء الله يعني حافظ، بتستفيد من قراءة الإمام، بتستفيد من تجويد الإمام، في نشاط، في حيوية، في نشاط في المسجد ما بتجده في بيتك. في بيتك ما بتجد النشاط ده إلا أن تقومي مهلك كلهم وتصلي بهم. فالناس يا جماعة عليها شنو؟ أن تحافظ على القيام. كذلك يا جماعة من الأعمال التي ينبغي الإنسان على أن يحرص عليها في هذا الشهر المبارك الإنفاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. وقال شوقي رحمة الله عليه: زانتك في الخلق الكريم شمائل يغرى ويولع بهن الكرماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها ولو ما ملكت يداك الشاء، إلى آخر أبيات أحمد شوقي رحمة الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. الجود يا جماعة بجميع أنواع الجود. ولو قال صلى الله عليه وسلم: ولا تحقرن من المعروف شيئا وإن تلقى أخاك بوجه طلق، بس تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أفطر صائم فله أجر صائم غير أنه لا ينقص من أجره شيئا. فيا جماعة الناس تحرص على الصدقات، ونحن في هذا المسجد ده محتاج يا جماعة، فيه إفطار جماعي، فيه سحور للمتهجدين، فيه الناس تنفق، الناس تنفق. قال صلى الله عليه وسلم: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. والله عز وجل واعد، قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من ال7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظله رجل تصدق بيمينه ما لا تعلم شماله. فيا مع الناس تصدق وتنفق يا أخي، لعلك لا تدرك رمضان، لعلك لا تدرك باقي هذه الأيام، أنفق وتصدق. والله مع في ناس عندهم من الأموال ما لا يعلم إلا الله عز وجل، ما لا يعلم إلا الله عز وجل، ونسأل الله العافية والسلامة. يا أخي والله إذا ما تصدقت وأنفقت وأنت صحيح، يعني صحيح تعمل الغنى وتخشى الفقر، إذا مت والله إلا كانت تترك الذرية صالحة. والشيء بالشيء يذكر. أحد الأثرياء السعوديين توفى رحمة الله عليه يملك ملايين من الريالات، وهذا يا جماعه حس على انه الانسان يتصدق في حياته دي، في حاجه يتصدق، ما تتامل انه او تقول انه اولادي من فغلين من بعدي، لا، انفق في حياتك دي، انفق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله لو كان عندي بس لجبل احد ذهب ما بكس عندي 3 ليالي. انفق يا ابن ادم، انفق، ما الراقد، انفق ينفق عليك. فقال هذا الرجل توفى رحمه الله عليه ترك ملايين من الريالات. وهذا الرجل رحمة الله عليه لم يكن له أصل وارث ولا فرع وارث، ما عنده لا أصل لا فرع، ما عنده وارث. المحكمة حصلت التركة ملايين الريالات، تبحث وجدت أبناء عمه من بعيد، وهؤلاء هم الذين يرثون المال. ف3 ناداهم القاضي، نادتهم المحكمة: بتعرفون فلان الفلاني؟ قالوا: نعم، لنا معه غرابة ابن عمنا. القاضي قال لهم: هذا الرجل ترك مال كثير، ممكن أي واحد تجيه 50-100 مليون ريال. فأنا قال لهم رجاء لا إلزاما، أي زول منكم ال3 اديني 200,000 ريال لأجل أعمل وقف لهذا الرجل، جزاه الله خير. القاضي نيته سليمة، لكن انظر ماذا قال هؤلاء الناس. واحد قال: أنا والله مطلوب ديون لا يعلم إلا الله. يا أخي مال جاك سايب كده، ربنا سبحانه وتعالى رزق ساقه الله لك. قال له: والله مطلوب ديون. الثاني قال إجابة أقبح من الأول. قال شنو؟ قال: هو ما تصدق في حياته، تصدق عليه أنا؟ ده يا جماعة مش حسرة؟ الله يسألكم، دي ما حسرة؟ قال الزول في حياته ما تصدق عليه أنا؟ يا أخي أنت ما جاك المال. فالمهم الإنسان يا جماعة يتصدق، عندك مال تصدق، أبذل المال. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ضرب للشيخ عبد العزيز الوهيبي رحمة الله عليه، كله اتخذ الدار الآخرة رحمة الله عليه، قال له: يا عبد العزيز الوهيبي، بعض المحسنين وضعوا في حسابي 10 مليون ريال، والله ما على وضعك، بس قلت الله ربنا سلم اللهم سلم. قال له: وضعوا
في حساب 10 مليون ريال، لو وضعت في الجماعة الطيبين ديل ولا بيتكلموا بيها طبعا، ممكن يشتري بها عمارات، يشتري بها عقارات، يوظفها على مزاجه. وحصل انا مع الكلام ده مشاهد في ناس اصحاب خلاوه واصحاب دور قرانيه كويس معك، يعني ملكوا من العقارات ما لا يعلم الا الله عز وجل. ليه يا جماعه؟ ده النفقه دي جايه لمنه؟ جايه لطلبه القران، لكن انت صرفتها لشنو؟ مصالحك الشخصيه. عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه قال له تعال، بعض المحسنين وضعوا في حسابي 10 مليون ريال، ضرب ال 10 مليون ريال دي بكم؟ قال له وقع له الشيكات، قال له الحساب ده في 3 يوم تنفقوا على الفقراء والمساكين، في 3 يوم الحساب ده تخليه فاضي. قال له لماذا يا إمام؟ قال له اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لو كان عندي مثل جبل أحد ذهب ما مكث عندي 3 ليالي. شوف الأئمة دي الأئمة يا جماعة بحق وحقيقة، وهؤلاء هم الغدوات رغم أنف الصوفية الذين يعني يقولون هم شنو علماء السلطان، رغم أنف الصوفية هؤلاء هم الأئمة رحمة الله عليهم. الفوزان حفظه الله، العثيمين رحمه الله، بن باز رحمه الله، الألباني رحمه الله، رحم الله الموتى ويحفظ الله عز وجل ويمد الأحياء بالصحة والعافية. ديل فعلا يا جماعة، ديل هم غدوتنا والله. فنفق المال الإنسان يا جماعة ينفق لأنه الإنفاق مضاعف في رمضان. وإذا أنفقت في ليلة القدر، يعني أنت بس فطرت لك صايم في ليلة القدر دي، صادفت ليلة القدر، كأنك ما يعني فطرت أكثر من عبادة 83 سنة. وإذا تصدقت أكثر من عبادة 83 سنة إذا صادفت شنو؟ ليلة القدر. فيا الناس تتصدق وتنفق لأنه هذا الشهر شهر إنفاق. كذلك يا جماعة من الأعمال الصالحة التي يغفل عنها كثير من الناس الدعاء، والدعاء مأمور به وموعود عليه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يغضب، يعني الله عز وجل يغضب إن تركت سؤاله، فالله يغضب عندما تسأله يغضب جل جلاله، وبني آدم حين تسأله يغضب. فالإنسان معي يتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء. قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي إلى آخر الآية. فهذا الشهر شهر دعاء. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله لو صادفت ليلة القدر ماذا أدعو وماذا أقول في دعائي؟ قال لها صلى الله عليه وسلم قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الاسم مناسب للدعاء، لأن الله عز وجل إذا عفى عنك من الذي يسخط عليك؟ إذا عفى الله عز وجل عنك رضي عنك إلى يوم القيامة. الله عز وجل جل جلاله إذا عفى لا تسأل عن الرحمات والخيرات والبركات، يعفو يمحو الذنب ويمحو أثره جل جلاله. قال قول صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا الشهر شهر إجابة الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة مستجابة، في فطره وصومه دعوة مستجابة. فالإنسان يكسر من الدعاء. ونحن في هذه البلاد والله محتاجون أن ندعو ليلا ونهارا حتى يزيل ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الشيوعيين العلمانيين الليبراليين البعثيين. نسأل الله عز وجل أن لا يرفع لهم راية ولا يحقق لهم غاية. يا جماعة نحن محتاجين للدعاء. الناس تتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، والدعاء كما قلنا مأمور به وموعود عليه. وهنالك أوقات مستحبة إلى إجابة الدعاء. والدعاء له شروط وآداب وله موانع. من الموانع من إجابة الدعاء أكل الحرام، نسأل الله العافية والسلامة. زول بيأكل الحرام ده دعاءه من راسه ما بيرفع. فأكل الحلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن وقاص أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. فالإنسان يا جماعة والله لو فطر على بلحة حلال أحسن له من يفطر على سفرة فيها من الأكل ما لا يعلم الله عن الحرام. فمن أعظم إجابة الدعاء أكل الحلال، ومن أعظم موانع الدعاء أكل الحرام. فالدعاء له أوقات يعني شنو يجاب فيها الدعاء. من هذه الأوقات الفاضلة الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير من الليل قال صلى الله عليه وسلم
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزول يليق بعظمته وجلاله ويناسب كماله وجماله جل جلاله، نزول لا يشبه نزول المخلوقين. قال ينزل ربنا الثلث الأخير من الليل فيقول جل جلاله هل من سائل فأعطه، هل من داع فأجب دعوته، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. ويمع حديث النزول ردوه بعد المتصوفة، فلسفة المتصوفة الذين يقولون أن الثلث الأخير في السودان كده، والثلث الأخير في أمريكا كده، والثلث الأخير في الهند كده، والثلث الأخير في أوروبا كده. هذه يا جماعة من الأمور الغيبية. الأمور الغيبية تسلم عند النص بس، ينزل الله عز وجل نزول، تسلم إلى الله عز وجل تسلم. ومن أعظم إيمان المؤمنين إيمانهم بالغيب، لا تشبه، لا تعطل، لا تمثل. الله ينزل جل جلاله. وقال الله، قال الله عز وجل إن الله على شنو؟ على كل شيء قدير. فإياك أن تشبه أو تعطل، تقول يا أخي الثلث الأخير ده في بلاد كده، لا، تسلم للنص بس، ما كفلسفة المتصوفة وفلسفة حامد بابكر عليه من الله ما يستحق. هؤلاء الناس الذين يردون هذا الحديث، حديث النزول الإلهي، وهو حديث ثابت في صحيح مسلم. هذا الحديث ثابت، لكن يا جماعة ما تشكل عقلك، انت تسلم للنص، تسلم النص كما جاء، تؤمن بالغيب أن الله عز وجل شنو؟ على كل شيء قدير. إيجاد لك صوف يقول لك الله بينزل كيف وهل العرش منه بيخلو، يا زول ما تخوض في المسائل دي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بينزل. ومن أعظم إيمانك بالرسول صلى الله عليه وسلم أن تصدقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم. فالدعاء الثلث الأخير من الليل، ومن الأوقات يعني من الأوقات التي يجاب فيها الدعاء عند الآذان. ذكر خرج الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه، جاء صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن المؤذنون يفضلوننا، أي بالأجر بالأذان، لأنه الأذان مع قال صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة. المؤذن له 60 حسنة، وإذا قام الصلاة له 90 حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قول مثل ما يقول المؤذن، ردد. بعد ما انتهى سل الله لي الوسيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود. الشاهد من الحديث قال له صلى الله عليه وسلم سل تعطى، طوالي أدعو ربنا سبحانه وتعالى بجيب دعوتك، سل تعطى. ده من الأوقات شنو؟ إجابة الدعاء. كذلك بين الآذان والإقامة قال صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الآذان والإقامة لا يرد. كذلك يا جماعة من الأوقات دبر الصلوات من أسباب إجابة الدعاء. عند نزول الغيث من المواطن التي يجاب فيها الدعاء، عند صعود الإمام المنبر إلى أن ينزل وقت من إجابة الدعاء، آخر ساعة من عصر الجمعة من أسباب إجابة الدعاء. فالناس يا جماعة تتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، والدعاء ده يا جماعة وحده الدعاء عبادة. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. يعني كما أنت تصلي وتصوم وتحج وتعتمر ترفع إيديك، أنت داعي إلى الله عز وجل، أنت داعي وعابد لله عز وجل. فمن أعظم ما يتقرب به الإنسان في هذه الأيام المباركة الدعاء. كذلك يا جماعة من أعظم ما يتقرب به الإنسان في هذه الأيام المباركة قراءة القرآن. والسلف رحمة الله عليهم ضربوا أروع الأمثلة في ختم القرآن. كان الإمام الزهري رحمة الله عليه عندما يأتي رمضان يقول إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. والقرآن ده مع داير مشاكلك تتحل في الدنيا دي، أي مشاكل لك في الدنيا وفي الآخرة تتحل، أقبل على القرآن ده، اقبل على القرآن. أي مشكلة أي معضلة تحل عند هذا القرآن. ونحن يا جماعة ما عظمت أزماتنا وما عظمت يعني اقتصادنا وساءت حالتنا إلا لأنه شنو أعرضنا عن هذا القرآن. قال قتادة ابن دعامة السدوسي رحمة الله عليه ما من أحد يقبل إلى هذا القرآن إلا قام بأحد الأمرين، إما بنقصان إما بزيادة أو نقصان. قالوا له كيف يا إمام؟ قال بزيادة إيمان وحسنات إذا عمل بالقرآن،
ونقصان إذا أعرض عن القرآن. قال صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. وقال صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس. قالوا وما هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. وقالت في صحيح مسلم من رواية أبي إمام الباهلي رضي الله عنه قال يؤتى بالقرآن تتقدمه البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما. قال ويؤتى بأهل القرآن الذين يعملون به في الدنيا، يعملون به. فما من أعظم ما أن ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليعمل به. قال الله عز وجل اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. القرآن ده ما قال الحسن البصري رحمة الله عليه قال نزل القرآن ليعمل به فاتخذ. وشوف سبحان الله ده التابعين قال والناس اتخذوا قراءته عملا. هسه زول عنده وفاة بيجيب له 30 نفر يديهم جزء عامة، أي زول يديه جزء خلاص ختم القرآن. يا أخي القرآن ده جابوا له كده، جابوا له الموتى يقروا على الموتى. وقال الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ده من عملك، ده من سعيك، ده من سعيك. فيمع القرآن ربنا سبحانه وتعالى أنزله. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. مبارك كثير الخير عظيم النفع غزير الفائدة، مبارك ليدبروا آياته. وقال التدبر قال ابن القيم 3 أمور. أول حاجة قراءته بتجويد، الأمر الثاني تدبره، الأمر الثاني العمل به. فالإنسان يا جماعة يقبل على القرآن إن شاء الله تختم في 10 يوم المباركة دي، كل ما 3 يوم تختم، كل ما يوم تختم تقبل على القرآن. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وحسنه البصيري في الزوائد قال إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة عندما ينشق عنه القبر فيقول له هل تعرفني؟ فيقول لا أعرف. يقول أنا صاحبك القرآن. فإن كل تاجر من وراء تجارته فإنك اليوم من ورائي، فيأخذه حتى يدخل به الجنة. ده شنو؟ ده للقراءة القرآن وعمل بالقرآن. لكن مع في ناس نسأل الله العافية والسلامة. قال الله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين، وهم يقرؤون القرآن ويكون ظالم ويكون كاذب. فقال صلى الله عليه وسلم ورب غاري للقرآن يلعنه القرآن. القرآن ده ربنا سبحانه وتعالى نزل دستور ويما حل المشاكل الدنيا والآخرة والاقتصاد والسياسة والاجتماع وكل أمور هذه الدنيا. علينا أن نقبل القرآن. قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالناس يا جماعة ما ساءت أحواله إلا أنه أعرضت عن القرآن، أعرض عن القرآن. ونحن في شهر شنو؟ في شهر القرآن. قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأعظم فضيلة في هذا الشهر أن أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن. والقرآن يا جماعة ليس يعني كلام البشر كما قال أهل العلم، ليس كلام البشر، فإن فضله على كلام البشر كفضل الله عز وجل على سائر الخلق. هذا القرآن قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. شنو؟ كتاب الله وسنتي. القرآن مع منهجنا ودستورنا إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فنحن في شهر القرآن علينا أن نقبل على القرآن تلاوة وتدبرا واستشفاء وحفظا ومدارسة ونشرا وغيرها من عبادات القرآن. القرآن له عبادات، ليس القراءة والتفسير والتجويد والنشر والحفظ والاستشفاء به، هذه تسمى عبادات القرآن. كذلك يا جماعة من الأعمال الصالحة الإنسان يحرص عليها في هذه الأيام المباركة. يعني هذه الأيام هي من أفضل أيام الشهر، أن يتحرى ليلة القدر، ليلة القدر التي في شأنها أنزل الله عز وجل سورة تتلى إلى يوم القيامة. فعلينا أن نتحرى هذه الليلة. وقال صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم هي إلى الأوتار أقرب. وهذه الليلة ليلة عظيمة، عظيمة القدر، عظيمة الشرف، عظيمة الفضل. هذه الليلة تقدر فيها مقادير الخلائق من الحول إلى الحول.
تقدر فيها مقادير الخلائق من خير وشر وحياة وموت وغيرها من المقادير تقدر في هذه الليلة المباركة. ليلة ربنا سبحانه وتعالى سماها مباركة لكثرة بركتها ولكثرة خيرها. وقال يعني قال الله عز وجل قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. التفخيم والتعظيم لهذه الليلة. ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من عبادة 83 عام. تنزل الملائكة والروح فيها. قال أهل العلم تنزل الملائكة في هذه الليلة بقدر حصى الأرض، وينزل فيها جبريل عليه السلام ولشرفه ومكانته عند الله عز وجل هو من جملة الملائكة لكن خصاه بالروح. قال هي سلام حتى مطلع الفجر. فهذه الليلة ليلة مباركة علينا أن نتحراه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شنو؟ كان إذا أقبل العشر الأواخر يعني شنو؟ يحيي الليل وييقظ أهله. ليه؟ حتى لا تفوتهم خير وبركة هذه الليلة. صحي أولادك يقوموا معك الليل حتى يدركوا فضل وبركة هذه الليلة. وأقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه الغفور الرحيم. وللحديث بقية إذا طال الله في الأعمار ومد الله في الأجال. وجزاكم الله